أهلا بكم. ماذا يحدث في تونس؟ لهذا الحد تحولت بلادنا إلى مصب وأماكن لردم الفضلات؟ تونس تخنقها الروائح. تونس التي كانت مطامرا للخيرات تحولت إلى مطامر للموت. مصبات الفضلات في تونس، من يراقبها؟ وماذا يحدث فيها؟ وما هي الأمراض والكوارث البيئية التي تتسبب فيها؟ الفضلات في العالم نعمة تباع في الأسواق وبعض البلدان تستوردها، ولكن في تونس أين تذهب هذه النعمة؟ إماطة اللثام على هذا الموضوع سيكون في حلقة اليوم نقاط يمنع الحديث فيها. ملف جبل بورشكير ربما يحرج المسؤولين ولكنه يفزع المواطنين. في موضوعنا اليوم في برنامج ممنوع من البث، تابعونا بعد الفاصل. صور قاتمة من جبل بورشكير، آلاف الآلات المثقلة والمحملة بالقمامة والفضلات المنزلية كلها تدفن في المصب. سنوات تمر والعملية تتكرر يومياً. صور قاتمة من جبل بورشكير، آلاف الآلات الثقيلة محملة بالقمامة والفضلات المنزلية كلها تدفن في المصب. 3000 طن في اليوم تطمر، 3 مليون طن في السنة تدفن. هو عنده مدة، هما كانوا 5 كازي ومن بعد زدنا 6 كازي، تزاد معناها 6 كازي وقت اللي وقف إنجاز الكبوتي اللي هو مصب اللي كان بعد جبل شكير. صارت بعد الثورة ما خلاوش الأشغال تتم، وقت اللي هي المناقصة تمت في 2010. 2010 بقات خدات شركة سكيل باري هندية صينية، وعلى أساس باش تنطلق الأشغال. جات الثورة وقفت كل شيء. دونك اللي اون ايتي اوبليجي باش يبقى الاستغلال نتاع جبل شكير، سيتادير نعاودوا نطلعوا في الهوتور من نكونوا عندنا 35 توا فيه 45 متر تقريبا عليهم معناها نتاع لي كازي. جبل بورشكير، مصب جبل بورشكير كنشوفوا الاوراق الرسميه حسب المعلومات الرسميه هو حل عام 1999، لكن هناك معلومات تجينا من المتساكنين اللي في المنطقه قالوا انه هو حل بطريقه غير رسميه 5 سنين قبل، يعني 1994. لكن احنا تويكا باش نقولوا بصفه رسميه عنده 15 سنه من اللي حل، معناها عام 1999. هو جريمه في حق الشعب التونسي خاصه بعد الثوره، لان قبل الثوره كانت الامور منظمه، لكن بعد الثوره الاعتصامات، الاضرابات نتاع العمله اللي صار في بلديه تونس، دونك ولت عمليه اجراميه. علاش عمليه اجراميه؟ لان كان نعرفوا خطوره الليكسيبيا، هي خطوره كبيره ياسر، سيرتو جا صناعه مطار برشا وفما بوكو دو فويت في السيت. فهمني؟ دونك لي فويت هذمك وقت اللي تصب الامطار كله يمشي في الاوديه والمجاري ويوصل معناها للمعايد المائيه، ولهنا يكون الخطر الكبير اللي بالحق مصيبه كبيره. ما فماش معلومات رسميه، فما معلومات شبه رسميه وهناك تقديرات، لكن المتعارف عليه اللي هي الكميات هذه، فما اللي يقول لك حوالي تقريبا 2200 2500 طن وتوصل حتى ل 3000، لكن حسب الاحصائيات اللي قمنا بها المعدل العادي قبل ما تصير الازمه هذه، يعني بورشكير تويكا تعبى، هو بين 2800 ل 3000 طن في النهار. هذا يعطينا اكثر شويه من 1,000,000 طن في العام. جبل شكير راهو اكبر مصب في تونس، راهو جبل شكير معناها مصب كبير ياسر، والمصايب اللي هات نتاع الاكسيبيا اللي في كل امطار ما نحكيوش كان الامطار، زاد نحكيو زاد الناس اللي تسكن بحذا جبل شكير، نحكيو الفضلات اللي ما وقت اللي يقف جبل شكير تقف لو جران تينيس الكل. دونك هذه كلها اخطار. هذا الى جانب المصبات العشوائيه الموجوده في الجران تينيس. زيارتنا الى المكان جعلتنا نكتشف ان كل ما تلفظه العاصمه يحمل الى المصب. فضلات منزليه عامه ومواد كيميائية مسمومة، مواد غذائية فاسدة، زيوت محروقة، وفضلات طبية مختلفة خطيرة تدفن هنالك وتتعفن فيه
الفضلات وتتخمر لترسم ملامح كارثة بيئية كاملة الأوصاف. جبل بورشكير تحترق الفضلات ومعها يتلوث الهواء وينتشر الدخان ليكون مواداً سامة خطيرة تتسبب في مرض السرطان وأمراض خطيرة أخرى. أمراض متعددة بالنسبة للمسبب ذاك، أي واحد يمرض له. وأنا شفت بروحي مريض ما نكذبش عليك، أنا تو عندي عام ونص تو نعالج، مريض بالكونسير حشاك ونعالج الحمد لله يا رب. بالنسبة للشركة هذيك ما يتسالش على خدامتها، يعني ما تتبعش خدامتها علاش مرضوا وكيفاش وتعاون هم برشا حاجات. صدقني خدام منهم قال لي 82 واحد مشاو يعدوا حتى واحد ما خرجش صحيح، هما بيدهم وخايفين على ارواحهم، ما يحبوش يتكلموا، خايفين لا يخرجوا من الخدمه. مرضى وصغار مازالوا شباب. راه انا نصيحه لله ينقذوا رواحهم ويفيقوا على رواحهم ويمشوا يحلوا على رواحهم خير، مادام ينقذ روحه مادام صغير خير ما تراسيلو كيما خونا كمال وخصوص يعني. Je travaille sur la question de la collecte des ordures en Tunisie, avant et après la Révolution. Et donc, j'ai visité la décharge de Borchekir pour connaître le dernier lieu des ordures ménagères et pas seulement ménagères. Et donc, j'ai découvert la question de l'environnement qui en Tunisie, c'est vraiment très important, et je connais que la transition politique a eu du mal à assurer la gestion de la vie politique quotidienne, mais je pense qu'il est nécessaire aussi commencer à réfléchir sur sa question, parce qu'on parle de la santé des citoyens. وراس وليدي هلكونا وهنا عاد حشاك مريضة ركابي الاثنين منفخين، ونحن لا دواء لا من يجي يداوينا لا من حتى زراكة ما ثميش. الواد هون يجري بالوسخ نتاع لبيب وحالتنا حليله وصابرين. مش نعمل؟ هاي يقول الريحه، هاي انت تحط العشاء والريحه تهز تحط العشاء وتطلع جعاء، ولا هو راس ولدي نحن فيه يا ناري. خلي كانت على كيف جنه والله. كانت سامحني عاود احكي لي على عطار قبل ما يجيكم مصب الفضلات كيفاش كان؟ هي كانت جنه، العباد تطلع من تونس وجيت تقعد هنا، وتوهم عاد يشموا الريحه يهربوا الجير، ما عاد حتى واحد يجي. هانا نحن عايشين فيها بالمرض، ولادنا مرضى وحالتنا حليل. يا وليدي خلي كاك اسكت. جبل بورشكير تتعفن فيه القمم، ومعها ينتشر الناموس والذباب، ومعها تنتقل الجراثيم إلى الأطفال وغيرهم، فتنتشر الأمراض الفطرية والتسمم الغذائي. عندنا الكونسير، عندنا اللي تخنق مات راجل كبير من الريحة. الوضع كارثي، وضع في منطقتنا منطقة عطار كارثي. قداش فما من عام عندكم المشكلة هذه؟ عندنا تو بريسك 15 سنة عندنا فيه، من عام 1999. الريحة نتاع المصب وقت تهجع علينا ما نحكيلكش الرد دين دور الخواطر بصير غريب. بناتي ديما يكحوا ما نعرفش منيش. انا واحدة من الناس ديما ملي عرست وليت هنا ديما عندي الفاشلة، ديما فاشل، ديما يعني نحكي معاك ديما ندهش. والمرض مرض برشا، انا مريضش، المرض برشا يتشكل، العباد كلها تتشكل هنا في الحي. اولتهم راجلي كيفاش وقت بيه 4 أيام ولا 5 أيام ديما السخانة توصل ل40. نعطيك كعب تسس لاسبيجيك يعرق يتفرهد فز ياكل هاك الماكل يتكى شوي ويزيد يرجع كالعادة يحرق حرقان بالسخان. وصل 3 شهور هذه منفوخة من هنا، هذه من هنا منفوخة، لا ينجم لا يدور هكا لا هكا، 3 شهور ما يرقدش. امراض اللي احنا عايناها بصراحه، واحنا هذه الامراض اللي عايناها احنا ما جبناش حتى شيء جديده، خاطر احنا طلعنا على دراسات اتعملت في بلدان اخرى في اوروبا وفي امريكا وقت اللي كانوا يستعملوا نفس التقنيه في اعوام 80. الامراض اللي احنا شفناها هي خاصه امراض جلديه، خاصه عند الولاد الصغار اللي هي تنجم تولي حساسيه،
والامراض التنفسيه. انت كي تمشي في جبل بحذا جبل برج شكير او بحذا مصب اخرى تلقى خاصه الصغار والكبار عندهم عديد المشاكل في التنفس، وخاصه تلقاهم عندهم هذاك ما يعبر بالفشفشه، وهذا شيء طبيعي على خاطر النفايات هذيك كيف تبدا هما يسكن حذا مصب نتاع نفايات وتجي الريح تهز برشا حاجات، تهز كيما نشوفوا معناها هذاك اللي ساشي نتاع البلاستيك واحد من جمله هذاك تهز ثم ملوثات اللي هما يتنفسوها، فبالطبع باش يكون عنده امراض تنفسيه، وهذا يعني شيء ماهوش هذا شيء متعارف عليه ماهوش شيء جديد. ولئن كانت هذه المظاهر في جبل برج شكير غير خطيرة في نظر البعض، فإن الكارثة الحقيقية هي السوائل التي تفرزها المزابل من مياه الرشح أو ما يعرف بالإكزيفيا. مياه الرشح هو العصير نتاع النفايات. العصير نتاع النفايات هذايا هو فيه عديد المكونات اللي هي خطيرة، اللي هي تأثر على صحة الإنسان وتأثر على البيئة. هذاك علاش ثم قوانين في تونس وحتى في العالم اللي هي تقول كيفاش يلزمنا نعالجوا هالمياه الرشح هذه، اللي هو ما يقعش رمها يعني في الأودية أو في الآبار، وهذا هو اللي قاعد مع الأسف يقع في جبل برج شكير. الاكسيفيا شنو هي الاكسيفيا؟ الاكسيفيا هي الجي نتاع الفضلات، واحنا عندنا فضلات تريز اورجانيك، اولا اثنين دو نيمبورت كوا تولي مارد موجودين في الفضلات نتاعنا، معناها تلقى البطري، تلقى البيل، تلقى المواد الكيميائيه، تلقى كل شيء موجوده في الفضلات. هذاك ايش باش يخرج لنا؟ يخرج لنا انجي نتاع مصيبه كبيره عظمه، انواع الامراض تصورها انت شوف بجنب انت جبل شكير تلقى ناس عندها امراض جلديه سرطانيه. الناس هذوما البرباش هذاك من حقهم على بلاد باش تعمل لهم التلقيح اللازم، الناس اللي تسكن بحث المصبات من حقهم زاد باش يعملوا التلقيح اللازمه. دونك هذا كله راهو مش موضوع بين عشيه وضحاها، لازم نعطوه حجمه، لانه بالحق العالم هو العالم اجمع توا قاعد يخدم على البيئه. ال 50 سنه الجايين راهو البيئه، لان تعرف انت تو علاش نعملوا في الكابسيلاج ونعملوا في الترشاج ونعملوا في تحويل الطاقه من البيوغاز للانرجي الكتريك، لانه بعد تقريبا 50 سنه راهو درجه الحراره بتزيد 4-5 درجات، وغادي البول نور والبول سيد باش يصيروا ديزافالونج، فما بلدان باش تتمسح. راهو مش موضوع نتاع تو، لازم نكونوا كونسيون من توا. نبداو ساعه نبداو نقاوموا في الظاهره هذه، نبداوها من الدار. في جبل برج شكير كل التدابير التي اتخذها المشرفون على المكان أصبحت غير صالحة، لأن احتواء مياه الرشح في مسابح خاصة لم يعد صالحاً. المسابح لم تعد صالحة لأن المياه تتسرب إلى خارج المصب من كل مكان، والأرض تمتص هذه السموم بكميات كبيرة. باش نكون أمين بالنسبة للاختيار على السيت نتاع برج شكير نتاع جبل شكير، أحسن سيت في تونس، فيه 250 متر عمق نتاع طين، معناها سيت ان سيت ايتانش. تقول لي سيزيام كازي انا الحق ما ريتوش، مي سي نورمال وقت اللي انت تحفر فما دي بوش باش يخرج، دي بوش باش يخرجوا، تخرج الاكسيفيا، مي يلزمك تهبط اكثر منهم هما بور لي ريكيبيري. وما نتصورش حاجه هذه تفوت لوخيان في وكاله تصرف النفايات، لان انا عندي ثقه كبيره فيه. بعض المختصين في الشأن البيئي أكدوا أن 50 كيلومتر مربع المساحة التي تحيط بجبل برج شكير تسربت إلى مائدتها المائية مياه الرشح أو ما يعرف بالإكزيفيا، وضرت بهذه المائدة. فما مشكل في جبل برج شكير كما في كل مصبات في تونس. التقديرات اللي صارت قداش باش تزيهم هذا الإكزيفيا يظهر لي كانت تقديرات غالطة من الأول. علاش؟ على خاطر النفايات نتاع التوانسة بصفة عامة، احنا كما تعرف نستهلكوا برشا خضره برشا غله، فالنفايات هذه تكون الكميات نتاع الاكسيفيا تكون كبيره ياسر، وكيف صار سوء تقدير الكميات هذه الطاقه نتاع المعالجه نتاع الستاسيون اللي جابوهم كانت صغيره، فهما مثلا كانوا نعطيو هذا تمثيل كلام كيف هما يكونوا في مثلا في جبل برج شكير كانت التقديرات باش تجيهم 100 متر مكعب، هما وقت اللي بداو الاستغلال كما نقولوا جاتهم 250 او 300، فهم اللي صار كونوا بداو يحفروا في الاحواض هذه باش يحطوا الاكسيفيا. من بعد كيف الاحواض تعباو اش ولاو يعملوا؟ ولاو الكميات اللي تكون زايده هذه يفرغوها يعني لبرا في الوديان كما شفتوهم في جبل برج شكير، وهذا بالطبيعه اثر على المياه اللي هي في الاوديه، وخاصه التلوث هذايا تسرب العديد الابار في المنطقه
وعنده مده هما كانوا 5 كازي ومن بعد زدنا 6 كازي، تزاد معناها 6 كازي وقت اللي وقف انجاز الكبوتي اللي هو مصب اللي كان بعد جبل الشكير. صارت بعد الثوره ما خلاوش الاشغال تتم، وقت اللي هي المناقصه تمت في 2010. 2010 بقات خذت شركه سكيل باري هنديه ولا صينيه، وعلى اساس باش تنطلق الاشغال. جات الثوره وقفت كل شيء. دونك اللي اونيتي اوبليجي باش يبقى الاستغلال نتاع جبل الشكير، سيتادير نعاودوا نطلعوا في اليوتور من نكونوا عندنا 35 توا فيه 45 متر تقريبا عليهم معناها نتاع لي كازي. دونك هي مده مجبوره البلاد ما عندكش وين تعيش الزبله. راك شفتوا بعد الثوره معناها الاكسبيات تحوس في تونس في اللابيني بحذنا. تونس الكل ولات زبله معناها. يقول القايل الزبله هذه وين كانت؟ الزبله هذه لان كانت فما منظومه صحيحه. قبل الثوره كانت الناس تخدم واحد، وقت اللي جات الثوره وتحرقت ماتريال نتاع البلديات ونتصب خدامه ولات مضربه، وفما اعتصامات نتاع الاهالي معنا في كامل تراب الجمهوريه اي خاصه جبل الشكير. لو جرون تونس الكل وين تعيش في الزبله تعيش في الشوارع، وحنا يظل الناس كل نعرفوا هذا، رغم ان اللي صارت معناها اجتهادات وعمل نتاع بلديه رسم واحد، لكن تو مازلنا نقاسيو لان المنظومه هذه لازمها مراجعه، ولانه الخطوره خطوره كبيره ياسر. كيف نراو السنه عام مطار برشا، شوف لي كونتيتي دي ليكسيبيا اللي مات لي فويتي نحكيو عليهم، هذوك وين مشاو؟ هذوك مشاو كلهم للمجاري ومشاو للوديان ومشاو للمائده المائيه، ويمثلوا خطر كبير ياسر على تونس. آبار جبل بورشكير أصبحت آبار مسممة، أي أن مياه هذه الآبار مركبة من مواد كيميائية تؤدي إلى حدوث تسمم في حالة ابتلاعها، قد يؤدي إلى الموت، وخاصة في صفوف الحيوانات، أو كذلك حدوث إصابات بالنسبة للإنسان. احنا اللي عايناهم راهو ثم عديد الأبيار في المنطقة، مش في حي العطار، في منطقة بيرين، هذه المناطق الكل اللي موجودة قريبة لجبل بورشكير، في بيرين، في الطاحونة، يمكن حتى ثم قريبة للمرناقية. فما عديد الأبيار اللي هي مسكرة من 2004 2005 سكتها وزارة الصحة ووزارة الفلاحة. وثم أبيار أخرى احنا قمنا بعديد التحاليل اللي ورات اللي المياه هذيك اللي هي صالحة لا للشرب ولا للري. وثم تويك وزارة الصحة، ويمكن حتى فما بعض الطلبة اللي هما يعملوا في التيز نتاعهم نتاع الدكتوراه والواحد اللي هما قاعدين زاد يقوموا بتحاليل، وكل التحاليل اللي تعملت لا من الطلبة لا من عند الجمعية نتاعنا لا من وزارة الصحة لا من وزارة الفلاحة، كلها ورات اللي الآبار في منطقة اللي قريبة للمصب اللي هي بعيدة تقريبا حتى 4-5 كيلومتر اللي هي ملوثة، ويمكن يوصل حتى اكثر التلوث، خاطر مازلنا ما شفناش من بعد، نحاولوا باش نوصلوا نشوفوا 7-8-9 كيلومتر. مثلا نعطيك انا انسان كان ياكل حاجه في فلاحه مثلا تسقات بالليكسيبيا، العشب هذاك البطاطا امبورتور دو فيروس، البقره مثلا ولا حيوان اي حيوان يرعى معناها اعشاب ولا يشرب من الليكسيبيا ولا الحليب نتاعو باش يكون امبورتور دو فيروس، دونك لهنا الخطر وتموت هي ابريتو، الحيوان باش يموت راه، مي الانسان باش يستعمل الشيء هذاك باش يمرض يصير، دونك لا ريبركسيون كبيره برشا ومخطره برشا. لهنا يلزم الخطر هو لهنا، هذا يلزمنا نعالجوه. راهي ماده خطيره. احنا عينا بعض الحيوانات مش في جبل بورشكير ولكن في منطقه اخرى في ولايه نابل في النخيله، اللي هما كيف شربوا ماء من الاوديه اللي هي ملوثه بالمياه الرشح بالليكسيفيا هذايا، يعني هما ماتوا في ظرف اقل من دقيقه، يعني شفنا علالش، شفنا نعاج، شفنا حتى كلاب اللي ماتوا في ظرف اقل من دقيقه. يمكن شفنا حتى ثم بقر اللي ماتوا، لكن بالطبيعه كيف يكون الحيوان اكبر ياخذ اكثر وقت باش يموت كما نقولوا بعد نص ساعه، لكن الموت هذا شيء حتمي وفي ظرف معناها قصير، خاصه بالنسبه للانسان الذي يصاب بالفيروس الكبدي اثناء تناوله لبعض الخضر او الغلال المسقيه بهذه المياه الملوثه بالإكسيفيا. هي راهي يلزمها دراسات علميه دقيقه اللي هي تعاملت في البلدان المتقدمه، لكن احنا هنا في تونس مازال ممنوع باش نتكلموا على هذايا، معناها ان سوجي تابو مازال، لكن اللي نجموا نقولوه لا قدر الله الناس اللي تاكل
غله والا خضره مسقيه بمياه ملوثه بالاكسيفيا ولا غيره، راهي تنجم تعرض للعديد من الامراض تنجم تكون حاجه خفيفه اللي هو تجيه حالات نتاع قي وكهو يعني يتقلق، وتنجم تتطور لحالات اخطر اللي شفناهم حتى متقدمه، راهو صارت حتى شفنا بعض الحالات عملوها في كندا وشفنا بعض الحالات في فرنسا اللي هو ما يسمى هذا فيروس الايكولي، هذا راهو تنجم تكون حاجات اخطر عديد الامراض. هل انه توصل الامراض السرطانيه والموت هذا ما نجموش نقولوه في الوقت الحاضر، لكن الشيء المؤكد اللي عديد الامراض. مش كان السبيطارات، الساكنات، المدارس، المعاهد، المعامل، هذه سبيطارات راهو سي تنفولي، مي يشوف المعامل انت اللي قاعده تخدم عامل سواء لبسه ولا واحد عندهم دي برودوي شيميك تري توكسيك، وين قاعدين يتعيشوا؟ انا مشكلتي زاد لي ستاسيون نتاع التريتمون دي ليكسيفيا وين قاعدين ينطيشوا في البو نتاعها؟ وين؟ نحب نعرف، هذا سؤال، هذا قلته عندي 3 سنين، راه عملنا اجتماع في ولايه منوبه وقتها قلت سيد الوالي، قلت نحب نعرف، انا كمواطن نحب نعرف، لاني نعرف الريبركسيون، نعرف الخطر اللي قاعد ينتظر الشعب التونسي. خلاصة القول، مياه الرشح أو الإكزيفيا تتسرب إلى الأراضي والمزارع المحيطة بجبل بورشكير، هذه الأراضي التي تباع منتوجاتها إلى الأسواق، وتصوروا حجم الكارثة. بورشكير يمكن نلقاو ثم 5 أحواض نتاع نفايات، والحوض الخامس هذا اللي هو تعبى. كانت عندنا منشأة وحيدة في تونس حلت عام 2009 في جرادو، اللي هي كانت معدة باش يعالجوا فيها النفايات الصناعية والنفايات الخطرة، وهذه المنشأة هذه وقع غلقها قرار من المحكمة من 28 فيفري 2011 لتو مازالت مسكرة. النفايات الكل نتاع تونس الكبرى بجميع انواعها تمشي في مصب بورشكير. جبل بورشكير مصب لنفايات المستشفيات الخطيرة التي كانت تثمر في مصب جرادو الذي أغلق بعد الثورة، وهذه عينة من الإصابات بالإبر عند بعض العاملين بالمصب. ضربتني زريقة هنا في مصب في سيك، قالت 3 شهور، عديت عليها 3 شهور تصاور وتحاليل ودويات. شنو طلعت في الاخر؟ التهاب حشاك وجرثوم. كي تعرف معناتها الخدمه اللي هنا اختار شنو اللي يلزق عليه؟ وشنو باش نخدم؟ هذه هي خبزتي. سامحني نسمع في واحد قال لك يختار مصب يضيع، اش معناه؟ هي ما عنديش خدمه اخرى باش نخدم فيها هنا. انت منين جاي؟ من القصرين. عرسه؟ لا مانيش معرس. علاش ما تجيش تشوف خدمه اخرى؟ شنو مثلا الخدمه؟ مثلا شنو الخدمه باش نخدمها؟ ما عنديش خدمه. هنا نجي نقعد شهر شهرين وراه القصرين. الخطوره احنا ثم حاله معروفه نتاع عامل اللي هو في المصب هذايا، مش لازم نقولوا اسمه، هو معروف، اللي هو ضربته في ساقه زريقه ملوثه جات من مستشفى، مش لازم نسميوه، والشخص هذايا يعني حياته تقريبا وفات. هو اللي كانت ساقه باش تقص في الاخر يعني ما تقصتش، القدم نتاعو تخمر، ولا ما عادش ينجم يمشي بالكدا. حتى الشخص هذايا تقريبا هو كان في بالنا بيه كان يعالج، لكن في الوقت الحاضر ما نعرفوش عليه وين. واللي بلغنا كونه فما عديد البرباش اللي هما زاد ضربوا يعني بالزرارق هذوما الملوثين. هذا باقي راهو الكلام هذا اللي نقولوا فيه ما فما حتى معلومه رسميه في الوقت الحاضر. هذه كلها معلومات اللي احنا نحاولوا نوصلوا لها، والا تجينا اخبار عن طريق ناس اخرين. لكن الشيء المؤكد اللي ثم عديد الحالات نتاع الاشخاص اللي هما تضروا من النفايات نتاع المستشفيات. تسكير جراد ونقطه استفهام كبيره ياسر. يقول القايل توا لي ديشي هذوما نتاع المعامل ونتاع البو نتاع الليكسيفيا، خاطر تعرف فما تريتمون دي ستاسيون دي تريتمون دي ليكسيفيا، البو نتاعها كنا نزلوا فيها لجرادو. وين قاعده تطيش توا؟ المعامل وين قاعدين يطيشوا؟ السبيطارات وين قاعده تطيش؟ دونك لهنا راهو بالحق هذا موضوع لازم نقفوا عليه الناس كل. راهو ماناش في محاسبه ولا في محاسه ولا لا، احنا فما مشكله في تونس تمس الشعب التونسي، تمس الطبقات الكل تاع الشعب التونسي، باش تعمل كارثه في البلاد، نقعد الناس الكل ونحلوها، خاصة مع الإشارة، لأن عندنا كفاءات كبيرة ياسر بصراحة. وكالة تصرف النفايات عندنا كفاءات تونسية لا بأس به ويشهد لها العالم الكل.
اللي نقصنا شنو؟ نقصنا كانوا نقعدوا ونخدموا على رواحنا اللي طون باش نخدموا. جبل بورشكير خلية من البرباشة يقتاتون من الفضلات ويبحثون عن معادن تباع بالدنانير دون أدنى حماية. فيها برشا خطر كيما الزرارق، كيما الماء نتاع البيسينات، كيما الروايح، كيما مسامر، كيما كل شيء معلم. ثم شكون توفى فهمت ضربته زريقة مشى للسبيطار وبقى مدة معناها في السبيطار وتوفى مات. ما نقدوش الطب. وحكاية الطفل اللي مات في الماء هذاك غرق في البيسينات، هذاك طاح في البيسين نتاع الماء نتاع هذاك برودوي يفضل من الزبله يحطوه في بيسين غرق فيه مات. عبارة على حيوانات، احنا حيوانات جراثيم ناكلوا بالاوساخ بالفواضل تاعكم. الفواضل تاع التوانسه قاعدين ناكلوا فيه. سامحني عاود لي كيفاش؟ قاعدين ناكلوا في الفواضل تاع التوانسه. باش التوانسه انا نشوفوا لنا لهنا. وادي زبله ولا شو هذا؟ تو احنا نسموا بشر ماناش بشر احنا. احكي لي كيفاش تاكل في الماكله منين تلقاها؟ ما ناكلوش الماكله، يجينا اللحم. الفواضل هذيك ناكلوها نطيبوها ناكلوها. يعني اللي يصبوا الكاميون يطيشوا تاكلوا؟ الكاميون يمسح في جيب ساعه تمسح حاجه وتاكلها. تلقى ديك خبز تاكلها. نبدو في طرف دبوزه، طرف منيون، طرف بيدون، طرف كواغط ونبيعهم. هذه باش نخدموا بالضبط. اما خير ولا نمشوا نسرقوا ونخطفوا ونفكوا نتاع الناس. نخدموا نلمدوا في نهار رمي الزبل باش نعيشوا صغارنا وولادنا. والبطاله هاك تشوف. اما خير ترى نجي نخدم هنا بالليل نصوروا في البرك والحمد لله باش نوكل صغاري لا اكثر لا اقل. احنا نشوفوا في عباد فما شكون عنده كونسير دو بو، فما شكون عنده امراض داخليه معناها امراض سرطانيه. الناس هذوما كما قلت بكريكه الناس اللي تخدم البرباشه اللي شيفونيه معروفين في العالم، من حقهم على الدوله باش تعمل لهم التلقيح اللازمه في وقتها. من حق زاد المواطنين اللي يسكنوا بحذا الدشارج زاد بالتلقيح، هذا واجب دوله باش نحويهم. سينو الناس هذوما مساكن ما يزيش هما قاعدين يقاسيو وتزيد عليهم الامراض وحالتهم رفسه، ولهذا يلزم وقفه من الدوله. الفضلات اللي يحرقوا فيها هي اللي يحرقوا فيها اللي نسميهم هذوما البرباشه. السلط يعني المستغل المصب ما يحرقش الفضلات. الفضلات كيفاش يقع التخلص منها؟ يقع وضعها في هذه في الاحوال هذه ثم يقع ردمها. هذه الطريقه اللي قاعدين يخدموا بها. لكن فما حتى حد ما يعرف قداش ثم هالبرباشه هذوما. فما اللي يقول لك 70 100، فما يقول حتى 500 اللي هما اعمارهم تتراوح من 10 11 سنه لحتى ال 85 و 88 سنه. عباد هذوما برباشه هما اللي يقوموا يحرقوا الزبله باش يحبوا مثلا كيف يحبوا يخليوا الحديد ولا الكويفر يحرقوا الزبله. لكن هذه يقوموا بها كما قلت لك البرباشه، ما يقوموش بها المستغلين نتاع المصب. جبل بورشكير كارثة بيئية تقتل الحيوان وتأتي على الإنسان، تحطم المائدة المائية وتسمم المياه الجوفية وتلوث الهواء الذي يتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري من جراء الغازات المتسربة مثل الميثان وثاني أكسيد الكبريت. غاز الميثان هو كيف تشوف حق ويقع بطريقه علميه، حق ويقع الكابتاج نتاعو. هذاك كيف تمشي انت تشوف في الاحواض اللي هي تعبات هذاك يعملوا له معناها الديغازاج، هذاك ايش حقهم يعملوا. لكن هو في البلدان المتقدمه هذيك هي طاقه، هذيك غاز اذا كان نستعملوه بالكدا نجموا نستغلوه طاقه، ينجم يعطي هو معناها ينجم يسبستيتوي معناها الغاز اللي يجينا من عند الستيك في الاخر. لكن هو هذاك كيف يخرج هكاك هو عنده تاثير على صحه العمل اللي غاديك، على صحه المواطنين، وهو يساهم حتى في ظاهره الاحتباس الحراري. فيما يخص البيوغاز اللي ترى خارج انت من الديشارج، بالطبيعه هذيك هي الغايه توا اللي قاعد عالم كامل يحارب المشكله دي، لانه الغاز هذاك ديريكت ماشي لطبقه الاوزون. وكيما حكينا لا ريبركسيون تاع الثقب اللي فيه طبقه الاوزون على درجه الحراره العالم الكل نهار باش يزيد 4-5 درجات. هذا باش يعمل انعكاسات كبيره على القطب الشمالي والقطب الجنوبي، يصيروا ديزافالونج، تصير معناها طوفان نتاع محيطات ونتاع بحار. دونك المسؤولين على البيئه في العالم قالوا اون دوا كابسيلي. ايش معناها كابسيلي؟ او كانوا اون دوا فير ليتونشيفيكاسيون تاع السيت نتاع الكازي، والغاز هذاك نعملوا له دي كوندويت نهزوه، سوا اون لو تورش معناها لو تورشاج نحرقوه، سوا نحولوه لانرجي الكتريك.
جبل برشكير يخنق الأحياء المحيطة به ويحول حياتهم إلى جحيم، وأقدم صورة أنه مطل على العاصمة. بالطبع هو نقمة، وحتى المصابات الكل في تونس اللي هي نقمة. المشكل هو كونه الطريقة متاع تصرف النفايات هذه متاع الردم في هالأحواض هذه في المصابات هي طريقة غالطة. ما حقناش مشينا في التوجه هذايا. في البلدان المتقدمة كي تشوف راهو يحاولوا باش يلقاو عديد الطرق باش ينقصوا في النفايات وباش يثمنوها، باش يستغلوها، باش يخرجوا منها طاقة أو باش يرسكلوها. وفما حتى الكميات اللي تمشي للمصب يقع التقليل منها أكثر ما يمكن. احنا مع الأسف في تونس مشينا في توجه اللي هو ضد التوجه اللي موجود في العالم الكل. احنا نقولوا لا، كل النفايات نحطوها في وسط الأحواض هذه، والطريقة هذه هي كارثية كما شفتوها. وانا نشوف راهو اذا كان باش نكملوا هكايا ما نعرفش معناها وين باش تؤدي النتيجه هذه، لكن باش تكون عواقبها وخيمه، باش تكون كارثيه. من العطار وانت ماشي المجال هذيك اللي توصل حتى لواد شابر نتاع الحبيبيه معناها، ونعرفوا اللي شابر يصب في واد مجله، خطوره كبيره ياسر، خاصه وقت السيزون بريفيوز واللي كونتيتي كبار ياسر بجبل شكيره بوكو دو فويت راه فهمتني. دونك خاطر هو جبل شكير كان مده كان راهو تسكر عنده دوبوي، لكن وقت اللي جات الاعاقه نتاع انجاز الكابوتي اللي كان مبرمج بعد جبل شكير بقات الاكسبلواتاسيون نتاعو حتى اليومنا هذا، خاصه دخلت عليه الثوره. بعد الثوره معناها ما عادش تحكي على مصب مراقب، ما عادش مصب مراقب، خدامه تقعد بالشهر ما تخدمش، مصب يقعد مسكر. دونك كارثه كبيره بالحق، كارثه كبيره. أنا عساس نعس من العشية من عند الأول للخمسة متاع العشية. نعس على الزبلة، رئيس البلدية. هي احنا في البلاصة هذه شو اسمها بالضبط؟ هذه اسمها أرض الحاكم. شنو هي البلاصة المنطقة شو اسمها؟ منوبة، تتبع منوبة، كل هذه كله تتبع منوبة. عندها هذه كلها كانت جبال، كانت الطليان يسكن هنا. اللي موجود بجنبنا هذاك الكنال، هذاك الكنال. أنا تو بريسك 15 سنة نعانوا فيه، من عام 1999 نعانوا في الوضع هذا، وحتى واحد ما تلفت لنا وحتى واحد ما زارنا اليوم هذا، إلا كل نهار جاء كاتب الدولة وشافها على عينيه، شاف الدنيا كلها على عينيه. طيب انتم قلتوا لي المنطقه نتاعكم اسمها عطار، والعطار هي معروفه يعني بالروائح الطيبه، لكن واحنا توا قاعدين نشموا في الروائح الكريهه. الروائح الكريهه ومسلي يعني بيه، شوف تخزر العطار تخزر الجنه سبحان، كلها الدنيا كلها خضار، ردوا هنا كلها حشاك زبله، كلها متلوثه، الزرع متلوث، الخضار متلوثه، العباد تلوثت، مرضت، باش نحكي لك معناها وهذا كارثي. وان شاء الله جانا كاتب الدوله وان شاء الله ينفذوا اللي نطق به وزير الداخليه في ظرف 6 شهور ينقلوه. نخدم في الاكسفيار، ما لكحل هذاك نتاع المسب كان شفته، مش ما قدرت وشفت الاكسفيار هذاك خدموا فيه بالطرمبات. منين يجيو؟ من الزبله هذاك يتعصر من الزبله، يعب من الزبله يمشي البسان الكبير، والبسان الكبير يتفرق على البسانات الاخرين باش ما يفيدش على العباد الاخرين بالحي اللوطاني.
مش بيفيدش على الحي الوطن. فهمتني ولا لا؟ نحن نعبوا الترمبة ونفرقوا نعبوا بيدينا بالقزدرية كيما تعرف يعبوا قبل بالبير. نحن هكاك بالقزدرية وتعبي الحيقوم فهمتني ولا، وتسكر وبعد تخدم الترمب باش تخدم لك باش ما تجبدلك الشواء. الماء وين يمشي؟ الماء ساعات يسيبوه مع الشارع هنا كي يكثر عليه ماء نلاحظ تو قداش مرة يسيبوه مع الوديان يكثر عليهم الضغط يسيبوه مع الشارع. هما تو قاعدين يصفوا فيه يكرروا فيه. ما يريد حتى تكرار خاطر نخزن الماء أكحل اللي يتعدى من البر. معناتها من البصانات يمشي للمناطق الفلاحية؟ ايه بالطبيعة متضرر منه المناطق الفلاحية كليك متضرر، والابيار كليك متضرر، الابيار كليك سكرها يا ساعة. حبيت نسألك على الماء هذايا في كنتم كي تصبوه في دي بيسين كبار يعني ترابة كهو وتشربوا الأرض وإلا ما مثلا ثم بيسين يهبط له هو بالسيمان ومعمول بالزفت والقريفيه وكل شيء، اما البسانات الاخرين كان بالترابه كهو يعني تشربوا الارض. ما هو يمشي للميد المائي حاجه اكيد. علاش قلت لك انا متضرر منه البير الكل كان مسكر وهو وصلوا. انا سمعت حتى البير بتاع سيدي الحطام يعني قداش يبعد من هنا قال لك سكروه على جال الحكايه هذه. شو عاينوه شافوه قالوا وصلت الماده هذه بتاع الماء بتاع المصب. جبل بورشكير كابوس، نقمة على المتساكنين المحيطين به في وقت الذي يجب أن تكون الفضلات نعمة ومشاريع مربحة تدر المليارات وتحافظ على البيئة وتنير المكان وتحوله من مزابل سوداء إلى حدائق خضراء. في أوروبا القمامة تباع، الفضلات المنزلية تجمع بعناية وتحفظ بعناية أكبر لأنها مصدر للطاقة الخضراء. في فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، السويد، أمريكا، 1,000,000 طن من الفضلات يعوض 25,000 طن من البترول، و1,000,000 طن من الفضلات يوفر 100 ميجاوات من الكهرباء. وبعبارة أصح، مثل هذه الكمية قادرة على إضاءة حي شعبي كامل مثل حي التضامن بتونس. في أوروبا وأمريكا فضلاتهم تنير أحياءهم، وفي تونس فضلاتنا تخنقنا وتكتم أنفاسنا. عندهم الفضلات والقمامة تولد الكهرباء وتوفر المياه الساخنة، وعندنا توفر السموم والأمراض القاتلة. جبل بورشكير تثمر فيه سنوياً حوالي 3 مليون طن من الفضلات. يمكن أن توفر على الدولة استيراد حوالي 750 طن من البترول. 3 مليون طن من القمامة يوفر 300 ميجاوات، أي إنتاج أكثر من 3 مولدات للكهرباء مثل ما هو موجود في رادس. 3 مليون طن من الفضلات توفر للدولة 160 مليار من المليمات. للسائل أن يسأل: كيف تصير عملية تحويل الفضلات إلى طاقة؟ العملية سهلة. بعد جمع الفضلات تنقل إلى معامل حديثة يقع العمل عليها ليستخرج منها الكهرباء والماء الساخن للتدفئة. وتجمع بقية المواد لاستغلالها في صناعة الإسمنت وتبليط الطرقات. في أوروبا 431 مصنع،
في الولايات المتحدة 89 معمل، وبعض البلدان العربية بدأت في استقطاب هذه التكنولوجيا وبناء معامل لتحويل فضلاتها إلى طاقة، مثل البحرين والكويت والسعودية والجزائر. أما تونس ما زالت خارج السرب، تعيش على وطأة الكوارث البيئية وتغرق في مياه الرشح وتخسر المليارات. المعامل خاصة المعامل راهو نتاع سيرتو اللباس ولا نتاع لي فيلتر ولا نتاع لي برودوي شيميك نتاعهم وين قاعدين يطيشوا؟ اللي ما عندوش ستاسيون ديبيراسيون وما عندوش ستاسيون دو تريتمون وين قاعد يطيش؟ 3 سنين ولا 4 سنين وين اللي ماردهم وين قاعدين يمشيو؟ في البحر في البر لازمنا نعرفوا الشيء هذا ولازمنا نعالجوه توا. وكيما حكيت راه عمرها لا كانت محاسبه، راه فما مصيبه جايه نحبوا نتعرضوا لها تو سامبلومون، نحطوا ايدينا مع بعضنا مواطنين وعباد واداره وبلاد ودوله ونفضوا المشكله خاطر بالحق وزا اللي بور. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج ممنوعة من البث. في الحلقة القادمة سنواصل تسليط الضوء على كارثة برج شكير، كيف تقوم الدولة بالتغطية على هذه الكارثة وكيف تواصل اعتماد أساليب بدائية في التعامل معها. سننتقل إلى باريس للاطلاع على النموذج الأوروبي وكيفية التعاطي مع هذه الفضلات وتحويلها إلى طاقة. إلى اللقاء.